السلام عليكم اخوتي حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ نورتوني. اهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض كوكتيل فواكه بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. هتجيبي انواع الفاكهة اللي ولادك بيحبوها في البيت، وهتجيبي مقدار من كل نوع. مش مطلوب كميات كبيرة، ممكن تجيبي ربع كيلو من كل نوع فاكهة او نص كيلو على حسب عدد الافراد وكمية الكوكتيل اللي انت محتاجاه. انا جبت موز وفراولة وجوافة وتفاح وكيس عصير مانجا او كيس مانجا من اللي احنا مخزنينها في الفريزر. طبعا اغلبيتنا مخزن المانجا في الفريزر من الصيف. احنا هنجيب كيس وهنقسمه نصين. نص الكيس هنضربه عصير في الخلاط مع معلقتين سكر، والنص التاني هنهرسه بشوكة ناعم. ممكن تضربيه كله زي ما انت عايزة، بس عشان يبقى فيه فاكهة يعني يبقى فيه مانجا كمان مع الفاكهة بتاعتك في الكوكتيل، ما يبقاش كله عصير بس. بعد كده هتغسلي الفاكهة بتاعتك كويس جدا. طبعا احنا معانا فراولة يا جماعة، خلي بالكم بيبقى فيها ملح كتير، لازم تغسليها كم مرة وتنقعيها في المية دقيقتين كده وتصفيها عشان تطمني ان هي نضيفة معاكي. اللي بالنسبة للتفاح، اللي ما بيحبش ياكل التفاح بقشره يقشره وبعد كده يقطعه. هتقطعي مكعبات وسط، ولا هي كبيرة قوي ولا صغيرة، عشان تعرفي تاكليها. بعد كده هنقطع الفراولة بتاعتنا بالطريقة اللي انت عايزاها، برضو عايزة النصين، عايزة الحجم اللي انت عايزاه. بالنسبة للجوافة، احنا هنقطعها وهننضفها من البذر. ما ينفعش ان احنا نحط جوافة مع الكوكتيل بتاعنا بالبذر يا جماعة خالص. بعد ما تقطعيها وتنضفيها، تقطعيها وتضيفيها مع الفاكهة بتاعتك. ممكن بقى، انا جايبة نوع الفاكهة ده، ممكن انت عايزة تحطي كيوي، عايزة تحطي رمان، عايزة تحطي برتقال. ولادك بيحبوا نوع تاني، عايزة تشيلي التفاح وتبدلي بحاجة تانية، دي براحتك. انا بوريكي الفكرة وانت اعملي الفاكهة اللي ولادك بتحبها واللي انت بتحبيها وتاكليها. بالنسبة للموز، يفضل ان انت تجيبي الموز اللي هو مش يعني مش ناشف قوي ولا مستوي قوي، حاجة وسط كده علشان يبقى كويس معاكي. كده كده هو بيبوش مع الكوكتيل وبيطرى. هتبدأي بقى تقطعي الموز بتاعك. ممكن تقطعي الموز على 2 او ممكن على 4 على حسب ما انت عايزة، وهتقطعيها بنفس الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة وكوكتيل بسيط جدا، المهم في الفكرة بتاعته وتفرحي اولادك وبيتك. هتقطعي كل الفواكه الاول وهتركنيها على جنب. بلاش وانتي بتقطعي تحطي، عشان وانتي بتضيفيها تحاولي تضيفي المقدار ثابت، او تحاولي تحطي الفواكه زي ما انت عايزه. لو في نوع فاكهة معين انت بتحبيه اكتر ممكن تزوديه براحتك. خلاص انا خلصت قطعت الفاكهة بتاعتي كلها والفاكهة بقت جاهزة عندي. هجيب بولة كبيرة، هبدأ احط فيها الفاكهة مع بعضها. ممكن تبدأي تحطي نص المقدار اللي معاكي، او انا بحط واحدة واحدة وبعد كده هزود، يعني على حسب الحاجة اللي انا عايزة ازودها هزودها معاكوا تاني. طبعا ده الموز. ما يهمكيش بقى التفاح لونه غير شوية، الموز بدأ يطرى شوية، ده كله هيبقى كوكتيل دلوقتي هيتاكل وهيبقى كويس، ما تخافيش من اي حاجة. بأكد عليكم يا جماعة تغسلوا الفاكهة كويس جدا. دي المانجا اللي انا هرستها بالشوكة، بتضيفيها معاكي. بعد كده بتضيفي على العصير بتاعها. طبعا انا ممكن احط الكمية كلها مرة واحدة، بس انا بحب ايه يعني ازود شوية بشوية علشان اظبط الحاجة زي ما انا عايزاها. انا هقلب الكوكتيل بتاعي. انا حاطه في العصير معلقتين 3 سكر، وهحط معلقتين سكر على الكوكتيل. وطبعا السكر ده على حسب اختيارك، انتي بتحبي الحاجه مسكره قوي او يعني ظبطي سكرك براحتك. طريقه سهله وبسيطه واقتصادي، وهيوفر عليكي كتير بدل ما ولادك يطلبوه او تضطري تشتريه من المحلات. مش هياخد منك وقت ولا مجهود، وهتعملي لهم حاجه تبسطهم في البيت.
لو انتي عايزاه زي بتاع المحلات بالظبط ممكن تضربي معلقتين كريم شانتيه وتزوقيه من فوق بعد ما تحطيه في البولة، وممكن لو عايزاه اقتصادي تسيبيه زي ما هو كده وتغرفيه في اطباق وقت التقديم. وده شكل الكوكتيل بتاعنا بعد ما حطيناه في التلاجة وسقع. وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.